ثم تجي تصلي يا رب اصلح لي، يا رب عيالي، يا رب وين، يا رب السعادة، يا رب بارد في الراتب، عجزت ما أدري وين يروح. طبيعي محروم. جيت بين اثنين تجار بينهم مشروع، المشروع قيمته 18 مليون. شوفوا اللي الله يفتح له، اللي الله يفتح بصيرته. 18 مليون قيمته أو حول 18 مليون. كانوا في البداية أول ما بدأ المشروع ما حددوا نسب، فلما صار في مشكلة بعد سنين هذا يقول لك 40% وهذا يقول لك 50%، صار الخلاف بينهم على قرابة الظاهر 10% أو شيء. فأنا الحقيقة يوم شفت الموضوع كلمت الكبير، كلهم عقال بس تعرف الكبير عاد توسمت فيه انه بيفهم رسالتي اكثر واسرع. فقلت له يا ابو فلان، تفتح ابواب الجنه الاثنين والخميس وترفع الاعمال، الا من في قلبه الشحناء على اخوه المسلم ما يرفع له عمل. كم تعطي اخوك نسبه عشان تسلك طريقك الى الله؟ قلت له لا ترد علي، فكر وخل ردك عملي. السلام عليكم. احنا ما نبي حسي، نبغى تطبيق. الان انت وانت تسمع الكلام هذا لا تقعد تخلي ابليس يبر لك ويحوسك، عليك عملي. خلك اليوم عملي، لا تنام الليله وفي نفسك شيء على احد، لا تنام وفي احد نفس الشيء عليك. كما قال الرجل للمصطفى عليه السلام، قال يا رسول الله لي قرابه اصلهم يقطعوني، اعطيهم يمنعوني، احسن لهم يسيئون لي. ما قال له خلاص بيض الله وجهك وكفى، لا، قال إن كان كما قلت أعطاه ضمانين. الضمان الأول تسفهم الملة، والضمان الثاني لا يزال معك من الله ظهيرا، يعني ربي ناصرك عليهم، ناصرك عليهم. وشلون يجون يحبوا راسك يتعذرون منك؟ لا، يرسل لك ربي السعادة يحرمهم منها، يرسل لك ربي البركة، يرسل لك ربي الصلاح. نصر الله أحيانا خفي، جندي خفي ما تدري عنه يجي يرسل لك التسخير. ما تلاحظ أنت أحيانا تروح في معاملة وعندك واسطة وتتعقد؟ ما سخر الله لك. وأحيانا تروح في معاملة ولا عندك أحد، سبحان الله، ويسخر الله لك موظف بعد صغير ما هو موظف ويمسك ويطير بك ويصلح شغلك وأنت تتوقع أنها بتأخذ لها وقت. ما حصلت معك؟ أنا حصلت معي. هالتسخير هذا جندي يسخر الله لك ولعيالك في دراستهم في أمورهم، يسخر الله لولدك أن تجي الأسئلة مع اللي ذاكرها. يا أخي جنود التسخير، جندي التسخير الحالة. والله ربي أكرمك فيه يا شيخ تغدي حياتك مختلفة. فأنت لا تقعد تضحك على نفسك وتحرم نفسك من خير موجود. الحرمة تحرم نفسها من خير موجود عشان والله أمه قالت لي ولا أخته قالت لي ولا مرت أخوه قالت لي. الأمر أبعد. فهذا الرجل التاجر قلت له يا أخي لا ترد علي، خل جوابك بينك وبين ربك سلام عليكم. مشيت وخليته. اتصل علي ولده الكبير قال لي بس يا شيخ أنا بحب أبشرك بحاجة. قلت تفضل. قال أبوي تنازل عن كامل المشروع. يوم قاعد يفكر طريق إلى الله مسكر علشان 18، علشان نسبة 10%، عشان المشروع كله خله يروح بس يتسلك طريقي إلى الله. يا أخي شوف اللي الله يفتح بصيرته. بالله عليكم كم واحد بيننا الآن حار من نفسه من الاتصال بالله بسبب كلمة قيلت، ولا بسبب مش عارف ايش، ولا جيت ولا استقبلوني، ولا جيت هو أصلا بانيها في نفسه كذا، يعني شيء في نفسه، مرض في نفسه، قعد يكبرها ومقطوع من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف تبغى تعيش سعيد؟ كيف تبغى تعيش سعيد؟ تلاحق قبل الموت، تلاحق، الحق روحك، اتصل بالله، لا تموت وانت مقطوع من الله، ما يرفع لك ولا عمل ولا شيء ولا يقبل منك شيء. انتبه يا أخي، انتبه. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انتبه، كلها من وراء الشيطان، يجي يعصدك ويبين لك وانت المهم عنده أن تبقى قاطع عشان ما يرفع لك عمل ولا يقبل لك شيء ولا يجيك مدد من الله سبحانه وتعالى. فشوف نفسك الآن، هل أنت من اللي طرف في قطيعة؟ استعجل وانهى الآن. حبذا لو من هالمسجد برسالة للي انت قاطع بينك وبينه. وأنا كنت في أحد الدول
قلت هذا الكلام، وبعد المحاضرة جاني واحد سلم علي قال لي: يا شيخ، أنا بيني وبين أخوي قطيعة سنوات، وكنت كاشم منه، ولا جت مناسبة أتأكد إذا هو بيجي ما أروح، لأني مجرد ما أشوفه تجيني ضيقة، يا إما في طريقة السلام يا ما يسلم علي يا ما أسلم عليه، المهم يحصل بيننا. فيقولون أنا جالس في المكان في المحاضرة وأنت تقول ارسل رسالة، يقول تجرأت وأرسلت رسالة، أرسل لأخوه قال: أخي والله أني أحبك وأنه محزني اللي بيني وبينك وسامحني وكذا، ما أرسل لي رسالة لطيفة. تصوروا يا جماعة الخير أنه جاه الرد وهو في المسجد وهو في المحاضرة، جاه الرد. صدقوني يا جماعة أي اثنين متقاطعين ودهم يصلحون، لأن أصلا بذرتهم بذرة خير وفيهم دين، بس إبليس شغال والناس اللي حولهم ما يدفدفونهم على الخير. تلقى بعض الناس بدل ما يقول كلمة تسجل له يوم القيامة في صلة رحم: ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والزكاة، إصلاح ذات البين. بدل بعض الناس ما يدور على هالشعيرة ويحاول يدف ربعه، يدري مثلا يدف، تلقى أحيانا يرمي حطبة على النار ويشعللها زود والعياذ بالله. بدل ما تسعى في صلح وتجيب اللي أصغر منك سن من عيال عمك ولا من أخوانك وتشد عليهم وتقول: لا يا أخي اتقوا الله، احنا مقطوعين من الله، منزوعين البركة، منزوعين كل جنود الخفية منزوعة مننا، منزوعين كل ما صابك شيء راجع روحك، انت قاطع فيك قطيعة. إذن هذا السبب موجود. هل نقوى أنفسنا يا جماعة؟ نقوى أنفسنا. ابن مسعود رضي الله عنه إذا بدأ محاضرته كان يقول: إن كان بيننا قاطع فليخرج، فإن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم قاطع. يعني قوم زي هذول زينا كذا مجتمعين، لو بيننا قاطع ما تنزل علينا الرحمة. والجمعات اللي زي كذا أصلا نجتمع عشان تنزل علينا الرحمة، ولا لا؟ بسبب واحد قاطع ممكن يا أخي. إذن لنطهر قلوبنا الآن. من في خاطر الشيء يا جماعة يطهر قلبه من الآن. وأنا أول واحد أعاهدكم وعهد ربي الآن أرفع إيدي قدامكم إني تنازلت عن كل من أساء لي. فيكم أحد يطهر قلبه الآن يرفع إيده معي يا جماعة الآن؟ الله يشوفنا. رفعت يدك تعني دعوة للاتصال بالله. تستحي تتصل بيض الله وجهك يا شيخ. من يرفع يده ويتصل بالله يا جماعة؟ وراكم تستحي انك تتصل بالله يا جماعة الخير. الله يشوفنا. كلهم رفعوا ما شاء الله تبارك الله. يا أبوي الله يوسع صدوركم. ارفعوا يا سلام. من في خاطر الشيء من الآن طاهرين يا جماعة؟ يا بيض الله وجهكم. هذا هقوتي صراحة، هذا ظن بيض الله وجهك كسبتها. ما أول من رفع يده ما شاء الله سنة حسنة بيض الله وجهك. الأمر الثالث يا جماعة من الأمور اللي ضرتنا الكلام في الناس، الغيبة للأسف الشديد. الحين في عندنا موضوعين. الموضوع الأول الأغنية وش هي؟ معصية، صح؟ الغيبة وش هي؟ كبيرة. الأغنية كبيرة، للأسف الغيبة كبيرة والأغنية معصية. وش أخطر؟ الغيبة أكبر. طيب المعصية وش نسميها حنا؟ مزمار الشيطان، صح؟ عشان نكره الناس منها، وهذا جيد جدا وجزا الله خير من سماها. لكن الغيبة وش نسميها؟ فاكهة المجالس. شفتوا شلون إبليس لعب علينا؟ نسمي الغيبة فاكهة. الله سبحانه وتعالى قال عنها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ صورها في صورة نتنة بشعة، نسميها فاكهة. بدل ما نسميها عفن المجالس عشان نكرهها، نتانة المجالس، نسميها فاكهة المجالس والعياذ بالله، عشان النفس تحلالها تقبلها. عفن، نتانة،
وصاخة الله قال عنها لحم أخيك ميت. تخيل كل واحد تكلمت فيه إذا ما سامحك، كل واحد مسؤول اللي أيا كان تكلمت فيه، تأكد أن العقوبة بيجاب لك ميت وتأكل من لحمته، تقبلها؟ تخيل جابوه لك قدامك وقالوا يلا تفضل عاد وين تأكل منه.